الاستاذ خالد حسن. الاستاذ خالد حسن مندوب من معمل إيفيان، معمل إيفيان من باكستان. المعمل ده متخصص في اخذ وعمل عينات DNA لطيور ببغاوات بجميع اشكالها. يقدر يقول لك الببغاء دوت ذكر ولا انثى. طبعا في انواع بتبقى صعب جدا تحدد بين الذكر والانثى، فما بيبقاش في حل غير ان انت تعمل تحليل DNA. فهنفهم من الاستاذ خالد طبعا الموضوع بصوره اوضح وبالتفصيل اكتر. قرب علينا كده بس حضرتك. هو الاول اللي بيحصل ايه؟ انا باجي لك بالطائر ولا انا باجي لك برشتين بس؟ والله هو اللي يقدر ياخد عينه من الطير نفسه مفيش مشكله. من اي جزء في الطائر مفيش مشكله، مش هنضايقها عليه. العينه ليها عدد معين؟ يعني هو بص حضرتك، هو ممكن 4 ريشات 6 ريشات. من يعني 4 ريشات ل6 يعني. هي الفكره بس ان ايه، ان احنا بدل ما نبعت عينه صغيره لو حبوا ان هو يعيدوها ممكن مثلا ما يلاقوش، لكن لما يبقى فيه زياده ممكن اللي حابب يعيدها يلاقي في تاكيد للنتيجه. بالظبط. تمام. فاخد الريشه من اي جزء. المهم ان احنا ما نلمسش العظمه بتاعه الريشه، طرف الريشه ما بنلمسهاش. احنا بنشد الريشه ونحطها في الكيس. ما تلمسش الطرف، ما تلمسش علشان ما تبوظش الحمض النووي او الدي ان ايه، ما يأثرش على الحمض النووي بتاعه. الله ينور عليك، صح كده، معلومه مهمه جدا. بعد كده هو احنا بنحط بيانات المكتوب على الدبله. يبقى حضرتك بتاخد البيانات، اسم ملك الطير، رقم تليفونه، ونوع الطائر، ورقم الدبله لو لابس دبله. بالظبط. تمام. بعد كده هو احنا بناخد الجمع العدد ده بتاع العينات وبنبعته معامل باكستان. تبعت على المعمل في باكستان، بياخد حوالي اسبوعين. والنتيجه بتيجي على الواتس. النتيجه بتيجي بعد اسبوعين. بيجي تقرير وبيجي شهاده لكل طير. تقرير وشهاده. تقرير بالحاجه كلها. مثلا لو انا بعت، مثلا لو الهاوي بعت مثلا 4 5 عينات، يجي تقرير من 4 5 عينات باسمه. تمام. وكل طير له شهاده. وبتبتدي حضرتك تبعتها بقى لصاحب الطير على الواتس، التقرير والشهاده اللي بيقولوا الطائر ده ذكر او انثى. بالظبط. اللي انا فهمته ان في تحاليل تاني ممكن تتعمل. البيانات بتبقى متحدده، المكتوب على العينه هو اللي بيطلع بيه الورق، او هي اللي بيطلع بيه الشهاده. في كمان تحاليل تانيه ممكن تتعمل، زي مثلا في احنا اللي بنقول عليه ده اللي بيحدد اللي هو DNA. ايوه، اللي هو DNA. في كمان BBFD. في كمان ABV. دي عباره عن امراض المعامل لو بتفحص، لو لقت ان فعلا في اصابه بالمرض ده بتحدد ايه اللي ممكن يعمله الهاوي. تمام. ده تحليل منفصل ولا ده بيبقى شامل تحليل DNA اللي انا بعمله؟ يعني انا مثلا جيت عايز اعمل التحليل بتاع DNA، بيتعمل التحليل ده منفصل ولا انا اللي احدد اقول انا عايز كذا؟ حضرتك بتحدد انا عايز ايه بالظبط، وانا جايب العينه اقول لحضرتك انا عايز ايه بالظبط كده. تحدد هل هو DNA بس ولا هو DNA ومثلا حاجه من الامراض ديت. تمام. انما النتيجه طبعا بتطلع بعد اسبوعين سواء كده او كده. باذن الله. مجهود عظيم واضافه قويه جدا للمكان. المبلغ مش يعني هو المفروض 200 جنيه، احنا بنعمله في المعرض 190. تمام. لو في كميه بيبقى في تخفيض. طبعا يا جماعه يعني حته 190 جنيه دي يعني كمان الراجل عامل تخفيض بدل 200 190. اللي عنده ببغاء بألوفات، اللي عنده ببغاء بسعر قليل، انا شايف ان المبلغ بسيط جدا في سبيل ان انت تعرف نوع الطائر اللي عندك، على اساس تبتدي بعد كده لو انت عايز تنتج منه تبتدي تحدد اختيارك الصح لنوع الببغاء اللي عندك. مش هينجح في التفريغ الا لما يبقى عنده. وبعدين موضوع الدي ان ايه معتمد في العالم كله. يعني في ناس بتعمل دي ان ايه لانواع الفيشر والروز في العالم، يعني بيتابع لي ناس من دول ثانيه معتمده الدي ان ايه، وبيستغربوا اللي احنا هنا مش معتمدين الموضوع ده، لان ثقافه الهاوي نفسه هنا في مصر عايزه التطوير. فحضرتك اضافه قويه جدا للمكان، واحنا سعداء جدا باللقاء. شكرا.